تشتت انتباه، فقدان في الذاكرة. تخيل ما بيبقاش مركز، يعمل له انطواء، يخليه يدمن. عارف الألعاب يدمن، يقعد عليها بالعشر ساعات. بيعمل له اضطراب في الشهية، ممكن فرط إنه هو يبقى عنده شره في الشهية، أو يمتنع عن الأكل فيبقى ضعيف الولد هزيل. فالعصبية بكل أحوالها سيئة وبكل أحوالها مرفوضة. في جسر كده احنا بنبنيه مع الولد، جسر من الأمان، من الثقة، من الاحتواء. دايما لازم يبقى عارف إن هنا منطقة الأمان بتاعتي، مش الزعيق ولا العصبية. الهدوء والرحمة والإنسانية هي اللي هتكسبي بيها ابنك. الأب محتاج ابنه سند، محتاج بنته حنية. لو انت ما عملتش ده، لو انت ما زرعتهوش، هتحصده ازاي؟ ما الأولاد دي نبتة، اللي بتزرعه بتلاقيه. حطيت حب واهتمام وطبطبة، هتلاقي حب واهتمام وطبطبة. حطيت عصبية وغباء وعند، هتلاقي عصبية وغباء وعند. وما تلومش إلا نفسك بعد كده لما يكبروا ويبقوا جاحدين عليك. هيكبروا وهيسافروا مش هيعرفوك تاني، هيتجوزوا ويخلفوا مش هيجوا يزوروك. انت مالكش لازمة، انت كنت قاسي. فالأب الواعي، الأم الواعية، هي اللي تكسر دايرة الظلم دي عندها. مش عارفة تربي؟ اتعلمي، خدي كورس، روحي دورة. مفيش أسهل من إنك تفتحي اليوتيوب وتتعلمي، مفيش أسهل من كده. اللي عايز يعمل حاجة صح هيعملها. أنا مع المراهق قلبا وقالبا، لأن ده إنسان، والأهل هم المسؤولين في صناعة الإنسان ده.